فلهذا ينبغي للمسلم أن يرجع لدينه وينظر ما كان ومكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته بما يمتلكون. كان عند فارس والروم الدول العظمى ما لا يمتلكه الصحابة، ما كان يملك إلا سيفه ورمحه، وخرج يغزو في سبيل الله ففتحوا المشارق والمغارب. إنه الإيمان صغارهم وكبارهم كانوا يتنافسونهم صغار حتى يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال من أجل نصر دين الله، ويخرج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش ليسقوا الجرحى ويردوا الجرحى والقتل إلى المدينة ويقوموا بشؤون الجيش. ومع ذلك تأخذ إحداهن الرماح لتدافع عن نفسها وتقاتل أعداء الإسلام من أتى إليها. أسماء بنت السكن قتلت بعمود خيمتها 7 من الكفار بعمود خيمتها، غيرة على الإسلام. وماذا وفداء لهذا الإسلام بذلوا الغالي والرخيص. خرج خالد بن الوليد لقتال الفرس، تلك الأمة المتغطرسة المتكبرة. خرج خالد بن الوليد ومن معه وهم يقول ذلك الأعراب، أولئك الجوعى العراة يضحكون، ماذا يريدون هؤلاء؟ فتقابل خالد بن الوليد مع أمير الفرس قبل القتال للحوار. قال أمير الفرس لخالد بن الوليد: لقد علمنا أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعري، فليأتي كل واحد منكم فأعطيه 100 درهم أو قال دينار وأكسوه كسوة، شيء مغري، وإذا كان من العام الذي بعد أعطيتكم مثلها. فانظروا إلى خالد بن الوليد، ما قال تمام ورقة تعايش وإخاء ويعني ماذا نحن عند العهد والعهود ولا تنسونا ومن هذه الأشياء ونحن قافلون راجعون وسكننا نكون لكم سندا ونكون لكم كذا. قال خالد بن الوليد: لقد علمنا أن دم الفرس من أحلى الدماء فخرجنا لكي نشربه. قال أمير الفرس: والله ما علمنا عنكم إلا ذلك، فدخل الرعب في قلوبهم حتى أنهم في معركة ذات السلاسل قيدوا الجيش، مقدمة الجيش بالسلاسل، وحفروا الخنادق من حولهم من خلفهم، إما موت إما قتال إما موت. فتراجعوا وخافوا حتى سقطوا في تلك الخنادق